الكانسر أو السرطان هنشرحه مع بعض بالتفصيل الممل، فركز في كل كلمة هتسمعها معايا في الفيديو. الأول تعال أقولك مواصفات الخلية السرطانية، الكانسر سيل كاركترز. بص يا سيدي، لما تسمع كلمة كانسر لازم تفهم حاجة واحدة بس. كلمة كانسر معناها انقسام الخلايا بشكل جنوني وغير طبيعي uncontrolled. أنا ما بقدرش أتحكم في الانقسام ده. مش طبيعي إن أنا يكون عندي كمية الخلايا الكتير دي. يعني مثلا كرات الدم البيضاء 4000 لو وصلت ل 500,000، هل طبيعي الجسم يبقى فيه كرات دم بيضاء 500,000؟ لا، هنا بنتكلم في كانسر أو اللوكيميا زي ما هنشرح بعدين. تمام؟ عملية الانقسام دي بتسمى بالبروليفريشن أو السيل ديفيجن أو السيل بروليفريشن، وده المصطلح الأدق. طب إيه هي مواصفات الخلايا السرطانية؟ كانسر سيل كاركترز هقولهم لك وبعدين أشرحهم. أول حاجة resistance to apoptosis، 2 induction of angiogenesis، كمان metastasis avoiding immune destruction loss of function. إيه الكلام دوت؟ تعال نشرحهم مع بعض. resistance to apoptosis معناها مقاومة لعملية الموت المبرمج للخلايا جوه الجسم. طب يعني ايه induction of angiogenesis؟ بص، الخلية دي بتطلع جروث فاكتور. الجروث فاكتور ده بينتج لينا نيو بلاد فيزل. طب ايه وظيفته؟ ان يعمل فيدنج للكانسر سيل. طيب يعني ايه ميتاستاسيس؟ كلمة ميتاستاسيس معناها ان السرطان يكون موجود في منطقة ونلاقيه في منطقة تانية خالص. يعني مثلا الخلايا الخاصة بسرطان الكبد موجودة في الكبد، نلاقيها راحت أي مكان تاني. دي معناها إن الخلية عملت مايجريشن، هجرت من مكانها الأصلي وراحت مكان تاني، والموضوع ده بيحصل في الستيج 4 من الكانسر. جميل جدا. كمان avoiding immune destruction، يعني إيه الكلام ده؟ بص، هي بتعمل ماسكينج كده، بتخلي الجهاز المناعي يبقى واقف بيتفرج عليها وما يقدرش انه يموتها. loss of function، الخلية السرطانية ملهاش اي وظيفة غير ان المكان اللي هتروح فيه هتدمره وبس، لانها بتفقد الخاصية الاساسية بتاعتها. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، هنشرح فيها الكانسر بالتفصيل الممل، فركز معايا وحضر كشكولك وقلمك وكوباية القهوة بتاعتك. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. معاكم كابتن اناليسيس. عندي 3 مصطلحات مهمين جدا لازم نعرفهم مع بعض، وهو البروليفريشن والديفرنشيشن والاندفرنشيشن، فركز معايا. بص، أنا عندي خلية طبيعية اتحولت لكانسر سيل لأي سبب من الأسباب. الخلية السرطانية دي هتعمل سيل ديفيجن، هتنقسم لخليتين، والخليتين لأربعة، والأربعة لتمانية، والتمانية لستاشر، لحد ما يتكون عندي very big tumor cell. وقت انقسام الخلايا اللي هو من 2 ل 4 ومن 4 ل 8 بيسمى بالدبلنج تايم، والعملية دي بيكون اسمها عملية الانتشار، البروليفريشن. طب ركز معايا، في المرحلة الأولى من السرطان بتكون الخلايا السرطانية شبيهة بالخلايا الطبيعية العادية، لسه فيها مواصفات منها، وعشان كده بنقدر نحدد نوع السرطان فين، عشان لما نيجي نفحص النسيج باثولوجي بنعرف نوع السرطان. هنا بنكتب في التقرير بتاعنا differentiation، احنا قادرين نحدد شكل الخلية. طيب مع كل سيل ديفيجن الخلية بيتغير شكلها لحد ما تكون undifferentiation، وهنا الخلايا بتكون شرسة جدا وغير قابلة للعلاج. انت عمال تكلمنا عن السرطان وتقولي معناه انقسام الخلايا بشكل جنوني وانكنترولد. طب مش الاول تعرفني الخلية دي بتنقسم ازاي؟ طب ركز معايا يا سيدي واشرح لك السيل سايكل. بص، انا عندي الخلية بتكون في وضع الريستنج، بتاخد رمز جي 0. حرف الجي اختصار لكلمة جروس، جروس يعني النمو. حلو الكلام. اول ما يجيلها ميتوجينيك سيجنال يعني اشارات بالانقسام، تبدا الخليه
تاخد الاشارات دي وتدخل في السيل سايكل. هتبدأ تاخد اول خطوة عندي وهي الجي 1. كلمة جي يعني جروث، فالخلية كل اللي هيحصل فيها في جي 1 هتبدأ حجمها يكبر، هتكون بريجننت حامل كده. جميل. بعد جي 1 هتبدأ تتحول للاس فيس. حرف الاس اختصار لكلمة سينسز يعني تصنيع، وهنا هبدأ أصنع دبلنج من الدي ان ايه. ال 46 كروموسوم هعمل ايدنتيكال 46 كروموسوم زيهم. وبعد كده هبدأ أدخل على G2، ولما تسمع حرف الجي معناها جروث، فالخلية حجمها هيكبر أكتر وأكتر عندنا. طب ليه هيكبر أكتر وأكتر؟ لأن أنا لما صنعت الدي إن إيه مش عاوز ده لوحده، ولكن عاوز الأذر موليكيولز زي الميتوكوندريا وغيرها. بعد كده هنبدأ ندخل على الام فيز وهي الميتوزيس فيز. لازم تكون عارف معلومة مهمة جدا، ان اي حاجة هتتصنع عندي هتكون identical not similar، وركز في المعلومة دي كويس جدا. بعد كده هندخل على الام فيز او الميتوزيس فيز. في الخطوة دي هيتكون عندي السنتروزوم على اليمين وعلى الشمال، وهيطلع لينا ميتوتيك سبندل من السنتروزوم دي، وليها اسم تاني مايكروتيوبولار نتورك. فركز معايا. الميتوتيك سبندل دي هتمسك الكروموسوم ترتبهم كده في نص الخلية، وبعد كده هتبدأ تشد الكروموسوم دي. خلي بالك هنا أصبح عندي على اليمين 46 كروموسوم وعلى الشمال 46 كروموسوم. احنا بنهيئ الخلية انها تعمل ديفيجن ويطلع عندي تو سيل ايدنتيكال متشابهين متماثلين من المذر سيل. الميتوزس فيز دي ليها 4 مراحل: بروفيز، ميتافيز، انافيز، تيلوفيز، وده اللي انا شرحته لك. كده بعد الخلايا ما اتكونت اصبح عندي تو سيناريوهين. الاول ان الخليه تدخل في الريستنج ستيج، والتاني ان الخليه يجي لها ميتوجينيك سيجنال وتبدا تنقسم مره تانيه. بص بقى هشرح لك حاجة العلماء أخدوا فيها جوائز نوبل، فركز معايا. الصورة اللي قدامك دي الخلية بتروح من جي واحد للإس فيز، ومن الإس فيز لجي 2، ومن جي 2 للإم فيز. ما بين كل خطوة والتانية عندي بوينت، نقط بتسمى بالتشيك بوينت أو نقطة الفحص، ودي هنقسمها للبوزيتيف ريجولاتوري والنيجاتيف ريجولاتوري. هشرح لك بالتفصيل. هو انا في جي واحد اللي بيحصل انا قلت لكم الخليه حجمها بيكبر. طيب لو هي حجمها بيكبر وحصل فيها اي مشكله كده هتبدا السايكل يحصل فيها مشكله ونوصل في النهايه ان يحصل عندي كانسر سيل، وبالتالي انا عاوز اوقف ده من الاول. فالخليه في جي واحد بعد ما حجمها بيكبر هتدخل على التشيك بوينت بتاعتها ونبدا نفحصها. انت سليمه؟ اتفضلي ادخلي على الاس فيز. طب انت فيكي مشكله؟ اتفضلي اقفي، وهتعامل معاكي بواحده من اتنين: يا اما هعالج المشكله اللي فيكي يا اما هعمل لك ابيبتوزز. هطلع البي 53 وابدا استدعي الخلايا تموتك. جميل. طيب هي طلعت سليمة من جي واحد، دخلت في الاس فيز، وهنا بيتم تصنيع الكروموسوم عشان تروح للجي 2 عشان يحصل جروث اكتر. فلو حصل مشكلة في تصنيع الكروموسومات هتحصل نفس القصة، هنقول لها اقفي، يعالج المشكلة يا اموتك. التشيك بوينت دي very complex protein، وهي اللي بتعمل سيل سايكل ريجولاتوري، وزي ما قلنا في منها البوزيتيف ريجولاتوري وفي منها النيجاتيف ريجولاتوري. تعال اقول لك امثله على البوزيتيف ريجولاتوري والنيجاتيف ريجولاتوري. البوزيتيف ريجولاتوري زي السايكلينز والسايكلين ديبندنت كاينيز والجروث فاكتور والسيجنال بروتين زي الراس والراف والجي ار كي والماب كاينيز. وركز معايا على السايكلينز وعلى الراس
لان 30% من مصابي السرطان بيكون عندهم مشكله في الوراث اللي انت شايفه ده. طب تعالى نروح للنيجاتيف ريجولاتوري. اشهر نوعين فيهم وهو البي 53 والبيركا 1 والبيركا 2. 50% من مصابين السرطان بيكون عندهم مشكلة في البي 53. لو حصل بقى عندي ميوتيشن في النيجاتيف او البوزيتيف ريجولاتوري اللي هي البروتو انكوجين او التيومر سبريسور جين، هنا الخلية هتفضل تنقسم بشكل مستمر وفي النهاية هنوصل للكانسر سيل. دلوقتي هكلمك عن الجروث فاكتور الخاصة بالكانسر سيل، فركز معايا. دي خلية سرطانية ودي خلية سرطانية، هتطلع لينا جروث فاكتور كتيرة جدا. من أشهر أمثلة الجروث فاكتور اي جي اف واف جي اف واي جي اف وبي دي جي اف وفي اي جي اف. فركز معايا. الخلايا السرطانية عشان تكون تيومر هتطلع جروث فاكتور على مدار اليوم، طول ال 24 ساعة عمالة تطلع جروث فاكتور. الجروث فاكتور ليها ريسبتور موجود على سطح الخلية بيسمى بالتيروزين كاينيز ريسبتور. طب حلو، وانس ان الجروث فاكتور مسكت في الريسبتور بتاعتها هيحصل اكتيفيشن لبروتين معين جوه الخلية هنسميه بروتين كاينيز واختصاره بي كي، وندخل في سلسلة من الاكتيفيشن ويتنشط عندي البي كي 1 والبي كي 2 والبي كي 3 والبي كي 4 وهكذا. خلي بالك كل جروث فاكتور ليه عدد معين من البروتين كاينيز على حسب الباسواي هيحصل له اكتيفيشن لحد ما نوصل لبي كي معينه. دي بتبقى موجوده داخل النيوكليس النواه، ليها علاقه مباشره بمين؟ بالدي ان ايه. فبالتالي تنشطه ويبدا يحصل عندي البوليفريشن ماشينري ويبدا الدي ان ايه ينقسم بلا توقف. ومن هنا جات لنا فكره مهمه جدا في علاج الكانسر. اول حاجه اني اعمل بلوك، اقفل الريسبتور دي وبالتالي هوقف السلسله اللي انا حكيتها لك دي. تاني حاجه ان جوه الخليه اوقف تحويل البيكي 1 لبيكي 2 او البيكي 2 لبيكي 3 وبالتالي يبقى انا كده هقضي على الكانسر. ما تتخضش من الصور اللي قدامك دي اسمها سيل سيجنال نتورك. طب ركز معايا. الدوائر اللي انت شايفها قدامك دي عبارة عن بروتين بتتحكم في السيل سايكل. اللي باللون الازرق اسمها بوزيتيف ريجولاتوري واللي باللون الاحمر اسمها نيجاتيف ريجولاتوري. البوزيتيف ريجولاتوري هتقول للخليه انقسمي بعد اذنك، والنيجاتيف ريجولاتوري هتقول للخليه وقفي انقسام. الشرح اخدنا وانت لسه ما اشتركتش في القناه، ينفع كده؟ يلا بسرعه اعمل اشتراك في القناه واضغط على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نكمل مع بعض. هشرح لك حاجة قوية جدا. في مصطلحين عندي التوليمير والتوليميريز. ايه بقى القصة؟ الصورة اللي قدامك دي صورة كروموسوم. بص على النهاية بتاعتها هتلاقي فيه قطعة لونها أصفر، 4 قطع صفر كده. دول بيعملوا كابنج للكروموسوم، دي اسمها توليمير. هشرحها لك بالتفصيل. بص التلومير دي لما أخدناها وبدأنا ندرسها عبارة عن 6 نيوكليوتايد ريبيتس كده بيعيدوا نفسهم وبيكونوا نون كودينج، يعني ما بتصنعش لينا أي بروتين. يبقى أنا الكروموسوم فيه 4 قطع لونهم أصفر اسمهم تلومير نون كودينج وبيتكونوا من 6 نيوكليوتايد وبإيه بيحصل لها ريبيتنج. ليها وظائف مهمة جدا. الوظيفة الأولى إنها بتعمل بروتكشن للكروموسوم، بتحافظ على الكروموسوم. الوظيفة التانية إن لو الجين اللي موجود عندي موجود في الأسفل على الأطراف من الكروموسوم فلازم القطعة دي تبقى موجودة، لأنها لو مش موجودة ال RNAs مش هيقدر يشتغل وبالتالي الجين هيكون عندي سايلنت كأنه ميت. طيب القطعة اللي بتعمل كابنج دي قلنا اسمها توليمير صح؟ حلو. الوظيفة التالتة ليها إنها لما بيحصل سيل ديفيجن، وركز في الحتة دي قوي، كل ما يحصل سيل ديفيجن عندي كل ما التلومير ده حجمه يصغر. يحصل سيل ديفيجن حجمه يصغر، سيل ديفيجن حجمه يصغر لحد ما يختفي. اول ما يختفي الخلية تدخل عندي في الشيخوخة، وعشان كده تبدأ تظهر تجاعيد الوجه. الوش كده تلاقيه بدأ يكرمش والشعر يتحول من اللون الأسود للون الأبيض وتبدأ تظهر علامات شيخوخة الخلايا، لأن الخلايا مش هتقدر تقوم بوظيفتها. يعني لما بيخلص التليمير دوت خلاص كده الخلية مش هتقدر تعمل أي حاجة. ركز معايا. كل خلية بيكون ليها توليمير معين بحجم معين،
فمثلا هتلاقي التوليمير في خلايا القلب والكلى والسي ان اس بيكون صغير عن باقي الجسم. طب اللي انا شرحته لك ده مخالف لفكرة الكانسر. الكانسر معناه ان الخلايا عمالة يحصل لها انقسام بشكل مستمر. انت بتقول التوليمير لما بيخلص الخلايا ما بتقدرش تنقسم. طب ازاي بتفضل تنقسم في الكانسر؟ قال لك ركز معايا، عندي حاجة اسمها توليميريز. خلية الكانسر سيل دي خلية ذكية جدا. انت عندك التوليمير لما بيحصل ديفيجن بيبدأ يتاخد منه حتة كده فيقصر حجمه، تيجي مطلعة التوليميريز يرجع التوليمير لحجمه الأصلي. وعشان كده خلايا السرطان بتكون immortals يعني خالدة لا تموت. ومن هنا بدأنا ناخد فكرة التوليميريز دي ونروح ليها لاتجاهين. الاتجاه الأول إن أنا لو قدرت أوقف التوليميريز اللي بيتم إنتاجه من خلايا السرطان، هنا أنا هبدأ أعالج الكانسر لأن الخلية هتوصل في الآخر إنها هتوقف ومش هتقدر تنقسم. والحاجة التانية إني بدأت أخد التوليميريز ده وبدأت أشتغل عليه كنوع من الأدوية في علاج الشيخوخة وأبدأ أعالج بيها التجاعيد وضعف الجسم. تعال اكلمك عن انواع التريتمنت، انواع علاج السرطان. اول حاجه التدخل الجراحي وده رقم واحد. تاني حاجه هتدخل جراحيا وبعد كده هعالج بالراديشن ثيرابي. كمان في الفارماكو ثيرابي زي الكيموثيرابي والاميونوثيرابي والهرمونال ثيرابي. واخيرا البون مارو ترانسبلانتيشن. دي كانت حلقه النهارده في الكانسر او السرطان. اتمنى الحلقه تكون مهمه. اتفرج عليها اكتر من مره واكتبها عندك واحفظها زي اسمك لان ده اللي هيتبنى عليه الكورس اللي جاي. لو انت شايف ان احنا بنتعب في المحتوى بتاعنا ما تبخلش علينا بتعليق كويس تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، شير للقناه وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم كابتن اناليسيس.